الأمطار اللي نزلت لونها أخضر ومطر صناعي. شوف الفيديو دوت، بعد كده هشرح لك ازاي عاوزين يتحدوا عظمة ربنا. المية دي فيها حاجة. ايه ده؟ زي ما شفتوا كده، ودي مش أول مرة. زي ما الإمارات نزلت أمطار صناعية بيقولوا عشان تلطيف الجو، لكن الكارثة هل اللي بينزل علينا دوت مجرد أمطار عادية؟ قالوا احنا نزلنا ماء من السما زي ما ربنا بيعمل بالظبط. لكن هو المطر بينزل ازاي أصلا؟ البحار بتتبخر وبيطلع معاها ذرات الملح من المحيطات وبتتكثف وبتاخد معاها كل الشوائب اللي في الجو، وبعد كده بتكون السحاب اللي قدامك، وكل ده هو اللي بيكون المطر. طب اللي بيتحدوا ربنا وبينزلوا أمطار صناعية عملوا ايه أصلا غير انهم بيرشوا بخار ربنا هو اللي عمله، وملح برضو ربنا هو اللي عمله، وبيكونوا السحاب بقوانين ربنا هو اللي عاملها برضو، وفي الآخر بينزلوا مية لا تصلح للشرب، كلها ملوثات وبلاوي، ويقولك احنا نزلنا ماء من السما. ما ايه يا حبيبي اللي انت نزلته من السما؟ المية اللي ربنا بينزلها طهرة، مية حرفيا مقطرة كأنها معدية من فلاتر، تشربها ترويك وتدي حياة. لكن الأمطار الصناعية اللي بينزلوها دي كلها ملوثات، كلها أمراض تقتل تموت. اللي هما بيعملوه دوت عبارة عن تدمير للبيئة، ما بيعملوش أي حاجة صالحة للحياة. فنصيحتي ليكم محدش ينزل في الأمطار، ولا تخلوا ولادكم يلعبوا تحت المطر، لأننا ما بقيناش عارفين ده طبيعي ولا لأ، ولا إيه اللي ممكن يكون في المية دي. وفي الآخر قولولي انتوا رأيكم، واشوفكم على خير وربنا يحفظكم. سلام.